نبدأ كلامي بالصلاة والسلام على الحبيب، واللي صلى عليه عمرو يخيب. خوتي وخواتاتي، صليوا على رسول الله. قالوا سيدنا الولا كون الخوخ يداوي كون داوى راسو، وهاد الهضرة كتنطابق بامتياز على الموضوع ديالنا ديال اليوم. كيف ما كنت قلت لكم في الفيديو اللي من قبل انني غادي نخصص واحد الفيديو باش نحكي لكم على شنو كيديروا السحرة باش يوليو سحرة، وشنو كيديروا باش يتواصلوا مع العالم السفلي، وشنو هما الاشياء اللي كيقدموا عليهم باش انهم يحضروا الجن وباش يعرفوا حتى المستقبل اللي بصح كون عرفوه ما كانوش يدخلوا لهذا العالم من الاساس، حيت النهايه ديال هذا الطريق كتكون دائما مأساويه، وحتى من بعد الموت كيكون المصير جهنم وبئس المصير. وقبل ما ندخل في الموضوع كنتمنى منكم باش تبارطاجيو هذا الفيديو مع كاع الناس اللي عزاز عليكم وحتى اللي ما عزازينش عليكم باش تعم الفائده، وهكا تكوني خديتي اجر معايا في توعيه شخص باش يبعد على هذا الطريق اللي كلها شر. وبلا ما نطول عليكم غادي نقول لكم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. على بركه الله نبداو موضوع ديال اليوم. اول حاجه غادي نقولها لكم انه هاد المعلومات كامله اللي غادي نقول لكم باش انا نعرفها درت عليها بحث معمق، واغلب المعلومات جبتها من كتاب اللي كتبه عالم دين وداعيه اسلاميه، والمعلومات كلها حقيقيه. يحكي هاد الكتاب على انه اول حاجه كيديرها الساحر باش يولي ساحر كيعقد عقد مع الشيطان، واللي هو عبارة على أنه الساحر يدير شي حوايج شركية في المقابل أنه الشيطان يخدمه. والطريقة اللي كيقوم بها الساحر باش يدخل لعالم السحر شي حاجة اللي هي خطيرة بزاف وكلها رعب. أنا شخصيا فاش قريتها خفت بزاف. أول حاجة كيمشي الساحر لشي بلاصة اللي هي مهجورة وكتكون مخربة، لأنه الشيطان كيبغي بحال هاد البلايص بزاف، وكيرسم الساحر واحد الدائرة كبيرة في الأرض وكيحيد حوايجو كاملين، وكيبقى يدخل ويخرج من هذه الدائرة وكيعاود المحاولة مرة وجوج وثلاثة، وكيستهزأ براسو وكيدير حركات بحال شي واحد حمق، وكيبقى يطلب ويتوسل باش يولي ساحر. من بعد ما كيكرر هذه العملية لمدة 4 أيام ولا 5 أيام متتالية، واخيرا كيظهر ليه الشيطان اللي كيسول الساحر على شنو الطلب ديالو، فكيجاوبو كيقول ليه بغيت نتعلم السحر على حقه وطريقه. وكيتفق معاه هاد الشيطان اللي كيكون مكلف بهذا الشيء من قبل ابليس لعنه الله عليه. كيتفقوا على واحد الموعد، فاش كيوصل هذا الموعد كيمشيو لنفس البلاصه المهجوره وكيطلب منه بعض الاشياء، واللي اولها هو انه يغتسل لآخر مرة في حياته، لأنه إبليس ما كيبغيش النظافة نهائيا. وكيطلب منه كذلك أنه يأكل الخبز والملح، لأنه هذه هي آخر مرة غادي يأكلهم، حيث الشيطان كيكرههم بزاف. وهنا الشيطان كيقوم بكتابة عقد بينه وبين الساحر. مفاده أنه ما عمره يصلي وما عمره يعاون شي واحد بتاتا، وبأنه باع روحه للشيطان وكيتبرأ من جميع الأديان، وكيواعد الشيطان على أنه يبقى على هذا العهد طول حياته وينفذ كل ما كيطلبوا منه الشيطان من شرك. وهنا كيوقع الساحر على هذا العقد بالدماء ديالو. من بعد هذا التوقيع كيعطي الشيطان للساحر واحد اللباس خاص اللي مخيطين عليه واحد الطلاسم اللي شحال ما قدامو كيتزاد المفعول ديالهم، وكيأمر الشيطان هاد الساحر باش يشوه شي بلاصه من الجسم ديالو، وشحال ما كانت شده التشوه كان اقرب الى الشيطان، لانه الجن والشياطين كيكرهوا شي حاجه سميتها الجمال. وهكا رسميا كيولي ساحر وعنده مجموعه ديال الجن اللي كتنفذ الاوامر ديالو في اذيه الناس وغيرها من مهام واعمال شريره. هنا من بعد ما ولا الساحر رسميا ساحر، اجي نقول لكم الطقوس اللي كيدير باش يحضر الجن.
وقبل ما نعطيكم معلومات على شنو كيديروا السحرة باش يحضروا الجن، غادي نقول لكم انني ما ذكرتش بعض التفاصيل تعمدا باش ما ينوضش شي واحد ويجرب هاد الامور لا سمح الله. يذكر هاد الكتاب انه من بين طرق تحضير الجن هي الطريقة الاولى، وهي الطريقة اللي كتسمى بطريقة الإقسام، وهي أنه الساحر كيدخل للغرفة اللي كتكون مظلمة، كيشعل العافية وكيحط عليها واحد النوع من البخور، وهذا الشيء على حسب الموضوع. إلا كان باغي التفريق أو إلقاء العداوة، هنا كيحط واحد النوع ديال البخور اللي ريحته كريهة بزاف. أما إلا كان باغي إلقاء المحبة أو فك الربط أو عقد الزوج عن زوجته أو فك السحر بالسحر، هنا كيحط بخور اللي ريحته طيبة. وكيبدا الساحر يقول واحد العزيمة شركية وطلاسم اللي كتحتوي على أقسام على الجن بأسيادهم وسؤالهم بعظيمهم، زائد أنه كيقوم بتعظيم كبراء الجن والاستغاثة بهم. وعاد هاد الشي كامل كيديرو وهو كيكون على غير طهارة أو على جنوب أو لابس لباس اللي كيكون نجس. وفاش كيسالي من تلاوة هذيك العزيمة كيبان قدامه واحد الجن على شكل كلب ولا ثعبان، وبعض المرات ما كيبان ليه والو، انما غير كيسمع واحد الصوت، وهنا كيطلب منه كاع داكشي اللي بغا باش ينفذوا ليه. اما بالنسبه للطريقه الثانيه واللي كتسمى طريقه الذبح، اللي كيقوم الساحر باختيار حيوان بمواصفات معينه كيطلبهم الجن، واللي ما بينهم انه الحيوان يكون اسود اللون. فاش كيذبح هذا الحيوان كيقوم برش دماء هذا الحيوان على داك المريض اللي جا عنده، وكيلوح داك الحيوان في منزل او بئر مهجور على حسب طلب الجن. وهنا فاش كيرجع عند داك المريض كيبقى يردد عليه عزائم شركيه، والجن كينفذ ليه داك الشيء اللي بغا. اما بالنسبه للطريقه الثالثه واللي كتسمى الطريقة السفلية، وهي معروفة بزاف بين السحرة، ومولاها كتكون عنده مجموعة كبيرة من الجن اللي كيتسارعوا باش ينفذوا ليه الأوامر ديالو، لأنه أكثر السحارة كفرا، بحيث كيقوم هاد الساحر بلبس القرآن الكريم في رجليه كحذاء وكيدخل به للخلاء وهو كيردد عزائم شركية، وعاد كيسب الأديان والرسل والأنبياء، وخاص ضروري يكون دار على الأقل وحدة من هذه الكبائر، وهي أنه والعياذ بالله يمارس اللواط، أو أنه يدير علاقة مع المحارم ديالو، أو الزنا مع أجنبية. وهذا الشيء كامل كيرضي الشيطان وكيخلي الجن تخدموا على أكمل وجه. وأما بالنسبة للطريقة الرابعة واللي كتسمى طريقة النجاسة، وهنا الساحر كيكتب صور من القرآن الكريم بدم اللي هو نجس، وعلى وجه السرعة كيحضر الجني وكينفذ ليه الطلبات ديالو. والطريقة الخامسة هي اللي كتسمى بطريقة التنكيس، وهذه الطريقة الساحر كيقوم بكتابة صورة من صور القرآن الكريم بطريقة معكوسة، ثم كيردد عليها عزائم وطلاسم شركية وكيحضر الجن. وغالبا هذه الطريقة كيديرها الساحر باش يأذي الناس ولا ينهب بها الأموال. واللائحة طويلة لأنه كاين بزاف ديال طرق لاستدعاء الجن التي لا تعد ولا تحصى، وكل جن والطريقة ديالو باش كيتحضر، وكل جن وباش مكلف. فمثلا كاينين جنيات اللي كيتسماو بنات إبليس وكيتعتبروا ملكات من ملوك الجن. فمثلا وحده من هاد الملكات اللي سميتها رقية بنت شمهاروش واللي هي بنت ملك من ملوك الجن. هاد الجنية كتجي عند الساحر عن طريق المنام، ولكن قبل ما يمشي الساحر ينعس كيردد واحد الطلاسم وكيحط واحد المراية تحت من المخدة ديالو، وهكا فاش كيمشي ينعس كيبدا يحلم بها. وغالبا هاد الجنية كتبدا تقول ليه على شي حوايج اللي هي غيبية، والغيب اكيد ما كيعرفو الا الله عز وجل. وكاينه جنيه واحده اخرى اللي كتسمى بنت زحالف
كتجي للساحر على شكل حمامة بيضاء، من بعد عاد كتولي كتبان ليه على شكل أنثى. هي جنية خطيرة بزاف وهي ملكة بحرية، وباش تنفذ داكشي اللي كيطلب منها الساحر كتشرط عليه باش ما ياكلش بتاتا مأكولات بحرية. وكذلك كاينه جنيه اخرى اللي سميتها زخبيله بنت الابيض. كتجي للساحر على شكل بنت جميله، ولكن معها جوج من مرضة الشيطان اللي قرونهم كحله وطوال بزاف، وهاد الجنيه خبيره في علوم الارض، وهذا هو السبب علاش السحرة كيحضروها باش تكشف ليهم اماكن الكنوز. واللائحة طويلة، واللي في الصراحة حتى هما خاصهم فيديو آخر باش نقول لكم الأسماء ديال ملوك الجن وحتى المهام ديالهم. وشحال ما كان الساحر أشد كفر مع الله، زاد الشيطان في الخدمة ديالو والتنفيذ الطلبات ديالو، وحتى إلا امتنع الساحر باش ينفذ هاد الشركيات اللي كيطلب منه الشيطان فراه ما كيبقاش يطيعو، وبالعكس راه كينتقم منه، سواء في صحته ولا في اولاده ولا في الاهل ديالو. اذا باش تكون ساحر خاص فعلا ما يكون عندك ما تخسر. وراه غالبا كيتآدى الساحر بالرغم من انه كينفذ كاع اوامر الشيطان، والسبب انه الساحر فاش كيتواصل مع ملوك الجن اللي كيكونوا زعماء قبائل الجن، فكيقوم هذا الزعيم بتسخير جني من سفهاء القوم ديالو باش يخدم هذا الساحر. وهاد الجني السفيه فاش كيتاخر مثلا ما كينفذش داكشي اللي طلبو الساحر، ولا ما كيديرش داكشي كيف ما خاصو يدار، فهنا كيقوم الساحر وكيشكيه لداك الملك اللي سخروا ليه اول مره، وكيقوم ملك الجن بعقوبه داك الجني، وبحال هكا كيولي الجني حاقد على الساحر. فدائما كتلقاه كينتقم منه بانه ديما عنده حريق في الراس، ولا كاينو دائما في الليل مفزوع ما كينعسش مرتاح، وديما مثلا عنده مشاكل مع الزوجه ديالو. وهاد الساحر ما عمرو يحلم انه شي نهار يكون عنده اولاد، لانه داك الجني دائما كيتسلط ليه على الاجنه ديالو وكيقتلهم. وهاد الشيء راه كتلقاه معروف بزاف ما بين السحرة، وهذا الشيء كيبين على انه الساحر كيتآدى في جميع الحالات، وهو ساحر فاش يخرج من السحر وحتى فاش يموت، لانه كيكون شرك بالله عز وجل والمصير ديالو راه باين. وهكا غادي نكون وضحت لكم واحد النقطة من بحر ديال هاد العالم ديال السحرة، كيفاش كيوليو سحرة وقاطعين يديهم من يد الرحمن. وهاد المعلومات غينفعوكم معايا بزاف في الفيديوهات اللي جايين. وما تنساوش وجدوا لي راسكم مزيان حيت القصه اللي جايه مرعبه ديال بصح. تهلاو في راسكم وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا بارطاج وجيم. مع السلامه.